من أكتر المشاكل اللي بتقابل أي طالب ثانوية عامة هو إنه بيذاكر كتير وبيجي عند الامتحان الشامل بيلاقي درجته وحشة، وطبعا يبدأ يقول طب يا ترى أنا بذاكر صح؟ طب أنا ذاكرت وتعبت ليه ما قفلتش؟ طب تخيل بس لو أنا جبت نفس الدرجة دي في امتحان آخر السنة. طب في زمايلي مثلا جابوا درجة كويسة في الشامل ده، معنى كده إن الامتحان ما كانش صعب ومعنى كده إن أنا اللي كنت ماشي غلط، وصراعات لا متناهية عمالة تدور في راسك، وطبعا أنت مش فاضل كده لأن أنت عليك امتحان شامل تاني محتاج تذاكر له. لا تقلق يا صديقي، كلنا كنا كده والله، حتى أنا كنت كده. أولا لو ما تعرفنيش، معاكم محمد طلعت، طالب في طب بشري، أساعدكم إن شاء الله في رحلة ثانوية عامة كلها. فما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناة وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. أنا كلها أيام وعامل لكم فلوج أول يوم في الكلية، متحمس أوي. أولًا خلّيك عارف إن الامتحان للتعليم وليس للتقييم، يعني كل الامتحانات اللي أنت بتمتحنها في الدروس دي ما هي إلا وسيلة بتمهّدك إن شاء الله لامتحانات آخر السنة. فطبعًا ما تفرحش إن حضرتك بتنزل وتروح تمتحن عند أي مستر والّا حاجة وبيجيب لك الامتحان سهل، أنت كده مش بتستفاد حاجة. يعني لو أنت قفّلت ما تفرحش مثلًا كده وخلاص بقى تحس إن أنت الجامد ما فيش زيّك، لأ، أنت أكيد بعد كده هتعرف الامتحان السهل من الصعب، وهتعرف مثلًا الامتحان ده كويس وتستفيد بيه والّا لأ. طول ما أنت بتنزل مخصوص للامتحان ده وبتضيّع وقت علشان الامتحان اللي أنت رايحه ده، فلازم تطلع بأكبر استفادة من الامتحان ده، وكمان لازم تطلع بمعلومات كتيرة جدًا جديدة بعد كده تسجلها علشان تستفيد بيها في الامتحانات اللي بعدين. ثانيًا لازم تحدد سبب أخطائك، يعني لازم تراجع الامتحان بعد ما تاخده وتشوف أنت غلطت في إيه، وتشوف الأسئلة اللي أنت غلطت فيها دي، هل مثلًا كانت قلة مذاكرة فأنت ما عرفتش تجاوب عليها بس أنت أصلًا عارف المعلومة بتاعتها، والّا مثلًا هل كانت قلة تركيز وأنت ما كنتش مركّز فغلطت فيها وتسرّع، والّا مثلًا هل تالت حاجة الأسئلة اللي أنت غلطت فيها دي كانت معلومات بتاعتها جديدة، فبالتالي أنت ما عرفتش تتعامل مع السؤال فغلطت فيه. طيب خلّينا نقول إن سبب غلطك طلع هو مذاكرة قليلة أو مذاكرة غلط. أنت ممكن تكون بتذاكر غلط، بمعنى إنك خلاص بتعتمد إنك فهمت مثلًا الدرس مع المستر كويس، وأنت قاعد في الحصة وفاهم الدرس كويس وكل حاجة، فروّحت عشان تطبّق عليه فيا دوبك بصّيت كده على الشرح بسرعة وخلاص أنت كده فاكر نفسك إن أنت خلصت. لأ طبعًا، لازم تذاكر الدرس مرّة و2 لحد ما تكون أنت خارج من الدرس قادر تشرحه لغيرك. حتى مثلًا إيه، ممكن تيجي بعد الشرح بعد ما تخلّص أنت مثلًا المذاكرة وتيجي تشرح لنفسك، علشان تتأكد إنك خلاص حفظت الدرس بكل حاجة فيه. طيب أنا باخد وقت كتير مثلًا في المذاكرة، فهل ده غلط والّا صح؟ أنا كنت باخد وقت كتير في المذاكرة، ولكن كنت باخد وقت كتير في مذاكرة الدرس المعين ده، علشان أطلع منه قادر إن أنا إيه، أكون خلاص أقدر أشرحه لغيري، فاهم كل حاجة فيه وحافظه صم، فمش مشكلة خالص إنك تاخد وقت كتير في المذاكرة. ده طبعًا كان بيساعدني بعدين إن كل ما آجي أراجع الدرس أراجعه بسرعة، لإن أنا أصلًا فاكر الدرس ومذاكره كويس، فيا دوبك بس محتاج إن أنا أخلّي دماغي تتذكّر الدرس بيتكلّم عن إيه وخلاص، أنا كده فهمته، على عكس ناس تانية مثلًا اللي هم كانوا بيذاكروا بسرعة وكده وفاكرين إن هم مثلًا خلاص حفظوا الدرس وكده، كان ييجي أمّا يراجعوا مرّة تانية أو تالتة بعدين خلاص برضه بياخد نفس الوقت، يعني هو بياخد منهم وقت كبير جدًا أكنّهم أول مرّة يذاكروه. كمان بلاش تضغط نفسك في مذاكرة الحاجة اللي أنت عليك شامل فيها، بمعنى أنا عارف إن كل المدرسين بييجوا مرّة واحدة كده وينقضوا عليكم يقولوا لكم عندكم امتحانات شاملة، بتاع العربي مع الإنجليزي كلّهم بيبقى ساكتين مرّة واحدة ويقولوا لكم مرّة واحدة إن أنتم عليكم امتحان شامل. ولكن في ميزة إن هم بيقولوا لكم قبلها مثلًا بأسبوع، بكذا يوم، أنتم عليكم يوم كذا امتحان شامل، فبلاش تضغط نفسك وتقول مثلًا إيه لأ أنا هافضل هادي، 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 وآجي مثلًا قبل الحصة دي بيوم أبدأ أذاكر كل اللي أنا عليه، لأ أنت كده هتضغط نفسك وهتعرّض دماغك إن هي يعني تستحمل كَم كبير، فبالتالي ممكن أنت في الامتحان تنسى معلومة، تنسى كذا، ولكن اشتغل دايمًا بحتّة التقسيم. يعني دلوقتي أنت مثلًا عندك امتحان شامل أول 4 دروس، أول 5 دروس، ما تاخدهمش كلّهم في مرّة واحدة، لأ، تعالَ مثلًا قبلها ب4، 5 أيام، والله أول يوم ده مثلًا خلّص فيه الدرس الأول، تاني يوم ده الدرس التاني، ومع ذلك أنت فاكره، تيجي مثلًا في اليوم التاني بتطبّق على الدرس الأول، اليوم التالت بتطبّق على الدرس الأول والتاني، هتيجي كده على الحصة هتكون أنت قسّمت ومش حاسس مثلًا إن أنت خدت وقت كتير أو جيت على الدروس بتاعتك الباقية ولا حاجة. كمان لازم تبدأ مذاكرة بالدروس اللي أنت حاسس بصعوبة فيها، يعني أنت مثلًا شُفت خلاص إن أنت عليك امتحان مثلًا شامل في أول كذا درس. والله أنا مثلًا عندي الدرس التالت لأ، أنا عندي مشكلة فيه وهو أصعبهم، ما تروحش تبدأ بالدرس الأول اللي أنت أصلًا كويس فيه، اللي هو غالبًا بيكون اتراجع كتير جدًا، لأ، ابدأ بالدرس التالت، يعني أول ما تمسك الكتاب كده امسك الدرس مثلًا اللي هو التالت اللي أنت عندك صعوبة فيه، وده ادّي له أكتر وقتك علشان تطلع خلاص فاهم كل حاجة فيه. طب بالنسبة للدرس الأول والتاني هتذاكرهم بعد، ولكن دماغك بالطبيعة إن هي بتفصل بعد قدر معين، فخلّي القدر المعين اللي هو أنت أعلى تركيز فيه خلّيه في الدروس اللي أنت محتاج مثلًا أنت تذاكر فيها كتير، زي ما قُلت الدروس اللي أنت حاسس بصعوبة فيها. يعني أنا مثلًا كنت مستني في مراجعة آخر السنة
مش إن أنا أبدأ بالترتيب، مش مهم حتّة الترتيب، المهم إن أنا إيه في آخر السنة مثلًا بدأت مراجعة بالحتت اللي أنا حاسس إن هي صعوبة فيها، والله مثلًا أنا كان عندي مشكلة في العضوية، أنا كان عندي مشكلة مش عارف في درس كام في الأحياء، شُفت الدروس دي كلّها وأنت أدرى بنفْسك أنت عندك مشكلة في إيه، وبدأت بيها المراجعة، فده طبعًا حفّزني بعدين إن أنا أول ما بقيت كويس فيها أنا كده ما عنديش مشكلة، لإن الباقي أصلًا كويس وأنا كويس فيه، وهو مثلًا دروس إلى حدٍ ما سهلة بالنسبة لي، فأنت أمّا تحل المشكلة بتاع الصعب اللي عندك هتتحفّز إنك تخلّص الباقي بسهولة. طيب دلوقتي أنا كنت مذاكر كويس جدًا، وجيت رجعت الامتحان لقيت إن الغلطات اللي عندي ما هي إلا كلّها معلومات جديدة، يعني أنا أصلًا كنت داخل الامتحان ومش عارف المعلومات دي، حرفيًا المعلومات دي كنز، كل مرّة باقول إن هي المعلومات دي حرفيًا بجد هي اللي هتفهمك كل حاجة، يعني أنا كنت باجي في العربي طول السنة، امتحاننا امتحانات لا تُعَد، امتحانات كتيرة أوي، ومع ذلك أقعد طول السنة عمّال أعاني، 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 أعاني مثلًا من مشكلة في القراءة، طب الأسئلة اللي المستر بيجيبها لنا صعبة في النحو، كمان كنت باقول للمستر إن أنا خلاص يعني أنا مذاكر كويس، ومع ذلك بادخل ألاقي الامتحان صعب. بدأت أعمل حاجة إن أنا إيه، أجيب كشكول كده وأكتب كل المعلومات الجديدة، والله أشوف السؤال ده إيه فكرته، هل مثلًا فكرته جديدة وأجي كاتب فكرة جديدة، وكاتب كده مثلًا الامتحان الأول، وأجي كاتب الأفكار بتاعته، الامتحان التاني وأكتب الأفكار بتاعته، كان ييجي بعدين بقى مثلًا لو في امتحان شامل تاني، كنت آجي خلاص أنا كده مثلًا اتعودت، المستر طبعًا مش خلاص مش هيخترع مثلًا معلومات جديدة، فإلى حدٍ ما كان بيجيب لك من المعلومات اللي هي إيه، كانت جديدة بالنسبة لك زمان، ولكن أنت خلاص أدام كتبتها وحفظتها، فده طبعًا بيكون مرجع ليك كويس طيب لو الغلطات دي كانت تسرع وقلة تركيز، بُص السبب دايمًا في التسرع وقلة التركيز ممكن يكون قلة نوم، بمعنى إنك جيت في اليوم اللي أنت أصلًا صابح عليك امتحان شامل فيه وجيت مثلًا قعدت سهران بتذاكر له أو قاعد سهران بتذاكر عمومًا وسهرت لوقت كتير، ده طبعًا غلط، أنت لازم تهيأ نفسك أصلًا طول السنة إنك يعني بلاش السهر كتير، ولو هتسهر تعوّضها مثلًا في الصبح، تعوّضها في أي وقت تاني إنك نومك يكون كويس، لإن طول ما أنت نومك مثلًا كويس هتلاقي نفسك دماغك مصحصحة وعندها القدر إن هي تدّيك أي معلومة أنت محتاجها في الامتحان، يعني أنا كنت باجي في امتحانات آخر السنة كنت باصلّي العشا وأنام. لأ والله يعني المادة خلصت ما خلصتش كنت بانام، طبعًا الحمد لله كنت باخلصها قبلها بأيام كمان، بس كنت باجي بعد العشا خلاص أنا كده لازم أنام، لإن أنت لو أنت حافظ الكتاب صم، حافظه صم حرفيًا، وجيت خلاص سهرت ورُحت الامتحان، بجد أنا عدِّت عليَّ مرّة هتروح مش يعني إيه، مش مركّز بربع جنيه، مش مركّز تمامًا، مع إنك حافظ كل معلومة وعارف مكانها، بس دماغك مش هتقدر تجيب المعلومة، فبلاش تسهر ليلة الامتحان. وطبعًا إيه، طبّقوا كده النصايح اللي أنا قُلتها دي، وبجد إن شاء الله، إن شاء الله هتلاقوا تغيُّر كبير جدًا في حتّة درجاتكم في الامتحان الشامل، وزي ما قُلت بلاش طبعًا إيه، تقارن نَفْسك بدرجات حد وتقول إن أدام مثلًا ده جاب درجة كويسة يبقى الامتحان كان سهل، وأنا مثلًا العقدة عندي، بلاش تبُص لغيرك، يعني بُص لنَفْسك، طول ما أنت بتبُص لنَفْسك طول السنة وبتعمل اللي أنت تصلّح من نَفْسك واحدة، واحدة، أنت هتسبق أي حد، يعني غيرك ده عنده مشكلة، عنده مشاكل تانية، بس هو مش بييجي يقولها لك. أو هو إيه، بيحاول يعدّيها، فبالتالي هو أنت بتحس إن هو سابقك، ما تخلّيش الامتحانات دي عائق بالنسبة لك، والله أنا قاعد طول السنة حرفيًا امتحانات العربي دي عندي كانت مشكلة، كنت باروح كل امتحان شامل طول السنة وأنا رايح مذاكر له، ومع ذلك كنت أتفاجأ بدرجات غريبة، يعني مثلًا أسئلة نحو صعبة ومعلومات أول مرّة أشوفها، أسئلة القراءة اللي باقرأ القراءة المتحررة وآجي في الآخر أحس إن الأسئلة من كوكب آخر والإجابات كلها واحدة، أسئلة النصوص المتحررة اللي أنا أصلًا مش عارف أقرأ النص عشان أعرف أجاوب على الأسئلة، كل دي كانت مشاكل بجد في العربي، ومع ذلك أنا ما حطيتش إن هي دي مثلًا المشكلة اللي خلاص هتخلّيني أبطّل أذاكر عربي، لا والله مع إن أنا كنت باحب العربي، والحمد لله في آخر السنة زي ما قُلت جِبت فيها 75 من 80 يعني يعتبر أنا غلطان في سؤالين بس من ضمن 55 سؤال، سؤالين مثلًا بدرجتين، فالعبرة إنك تكمّل، فما تيأس وخلّي درجة الامتحانات دي حافز ليك بعدين، وافتكر إن ربنا سبحانه وتعالى قال: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين." فاصبر على ما أنت فيه يا صديقي، والله هو ده إن شاء الله هيكون السبب إن ربنا يديك اللي أنت عاوزه، فيالّا أشوفكم في فيديو جديد، فما تنسوش طبعًا الاشتراك في القناة عشان يوصلكوا الفيديوهات الجديدة، سلام.